يا صباح الفل او مساء الفل وقت ما بتسمعوا قناه ملخص فيلم. قبل ما نبدا فيلمنا النهارده يا ريت تنزلوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. فيلمنا النهارده اسمه About Cherry. فيلمنا بيبدا في مغسله ملابس، وبطلتنا انجيلا بتكون كارهه الشغل وقرفانه من حياتها زي ما باين على وشها، وبتقول لصاحبتها انها هتموت وتسيب الشغل هنا. بتخلص شغلها وترجع البيت تهتم بامها مدمنه الكحول، ومش بتكون عارفه تلاقيها من امها المدمنه اللي كل دقيقتين بترجع في الحمام، ولا من بول اللي عمال يزعق بره بسبب الموضوع ده. وبول ده بقى علشان لو حد سال يبقى عشيق امها او الستيب دادي زي ما بيقولوا. ده بقى اندرو صديق انجيلا الصدوق، بياخدها بعربيته علشان تقابل حبيبها اللي بيعزف الجيتار في البار. ايوه محدش يستغرب، ده البيست فريند بيوصلها عادي يعني علشان تقابل بوي فريند عادي. بعد العرض بتاعه بينزل يقعد معاها شويه، وبيروحوا بعدين علشان يعملوا شويه كنافه بالمانجا والمكسرات لزوم السهره. صاحبها بيعرض عليها انها تتصور بالملابس الداخليه في الاستوديو بتاع صاحبه فون، وهتاخد فلوس حلوه، وباين كده على صاحبها ده انه مركب قرنين استشعار. انجلينا بتكون مستغربه ازاي حبيبها بيطلب منها حاجه زي دي، بس بتفضل تفكر في العرض، وده عشان فلوسه حلوه وهي كمان عندها الامكانيات. بس في الاخر بتتعصب وبتاخد بعضها وتخلع من المكان. انجلينا بترجع البيت وبتقفل التلفزيون على جو اختها الغلبانه، بس بتفتحه تاني لما تقعد بعيد. بعدها انجلينا بتدور على حاجه تعملها للاكل، وطبعا ما بتلاقيش اي حاجه غير اكل قديم علشان اسرتها فقيره جدا، فبتقرر تعمل اي حاجه وخلاص. بيرجع بول من بره وبيشرب كاس وبيفضل يراقب انجلينا وهي نايمه، وباين له كده نفسه يحل بواحد كنافه بالمانجا. تاني يوم انجلينا بتروح الاستوديو اللي البوي فريند بتاعها قال عليه، وبتسال عن صاحبه فون، وده علشان تقبل بالعرض بالتصوير بالملابس الداخليه لانها محتاجه فلوس. وبتطلع تقابل فون وتتعرف عليه، وبيقول لها ان بوبي اللي هو البوي فريند بتاعها بيقول عليها اجمل بنت شافها، وبصراحه ما كدبش. انجلينا بتفضل تفاصل على المرتب مع فون، وبتكون عايزه مقدم كمان علشان تشتري شويه حاجات للبيت، وطبعا فون مش بيقدر يقول لا لحته القشطه اللي قدامه دي. انجلينا بتروح بقى علشان اول جلسه تصوير ليها وهي عريانه، وبيكون بوبي واقف يتفرج، وبصراحه منور يا بوبي انت والقرون بتاعتك. وبعد التصوير بوبي بيوصلها البيت، وبيطلب منها ما تروحش تتصور تاني عند فون علشان حاسس ان رجولته نقحت عليه، بس بترفض طبعا علشان هتاخد فلوس، والفلوس دي ما تحلمش بيها في شغل المغسله. بعدين انجلينا بتقابل اندرو وبتحكي له على اللي حصل معاها في جلسه التصوير، وبتطلب منه يسافر معاها علشان الشغل. تاني يوم الصبح بتستعد وتقول لامها انها وراها امتحان في الادب، وامها بتفرح بيها جدا ولا كانها طالعه اعاره. بس انجلينا بتسافر هي واندرو لسان فرانسيسكو، وبيروحوا الشقه اللي هيأجروها، وبيقابلوا الشاب اللطيف ده، وده هيبقى شريكهم في السكن واللي اسمه باكو. ومن موقعي هذا احب اقول لكم 5 باكو على الصحاب اللي بالليل بقى انجلينا بتتصل بامها اللي بتكون متضايقه منها علشان سافرت وسابت البيت، وحتى اختها الصغيره مش عايزه تكلمها. وانجلينا بتفضل تعيط لحد ما يقفلوا في وشها السكه، واندرو بيكون في عالم تاني وقاعد بيلعب بلاي ستيشن مع باكو، وقتها بيقوم ياخد انجلينا بالحضن علشان بتعيط. وما تزعليش يا حبيبه قلبي. انجلينا بتروح شغل جديد وبيكون في ديسكو كبير، وبتكون نادله من النادلات. وفي مره كده الشاب الوسيم ده ابو بدله بيديها بقشيش كبير، وهي بتتبسط بيه جدا لانها ما تعرفش نوايا الشاب ده ايه، وبتروح تحكي لصاحبتها في الشغل عن البقشيش والشاب، وصاحبتها بتنصحها تشتغل راقصه متعريه علشان هتجيب فلوس اكتر، وانها لازم تستغل جمالها ده. بس طبعا انجلينا بترفض علشان كله الا الشرف. ولما انجلينا بترفض صاحبتها بتعرض عليها تروح تاخد صور مع واحد اسمه تود، وهتاخد $800 في اليوم. واثناء الكلام ده اندرو وباكو بيقرروا انهم يروحوا حفله في ديسكو، وده علشان يروقوا على دماغهم هم كمان. ونروح بقى للشاب الوسيم بتاع البقشيش وهو خارج من الديسكو، وبيروح يعتذر لانجلينا علشان صاحبه كان بيتحرش بالبنات في المكان. اندرو بيقضي سهره رايقه مع باكو، وبعدها بيرجعوا البيت في حاله انبساط، وبتكون انجلينا نايمه، وبيصحيها يحكي لها عن السهره المجنونه بتاعته. تاني يوم الصبح انجلينا بتكون حرانه على الاخر، وبتقلع هدومها وتتخيل انها تتصور. بعدين بتروح تقدم على الشغل الجديد وهو التمثيل في افلام كلها كنافه بالمانجا. ولما الاتش ار تسالها عايزه تشتغل في المجال ده ليه، بتقول لها بحب اجرب حاجات جديده. وهنا هي تقصد تجارب جديده، عشان بس دماغكم ما تروحش بعيد. وبتسالها شايفه نفسك فين بعد 5 سنين، وبعدها بتكلمها عن اول ادوارها لو قررت تشتغل معاهم، وبتسالها عن حبها للبنات ولا الولاد، وبتفضل تسالها اسئله محرجه جدا. وبعدين بتطلب منها تنزل للاختبار العملي، وده طبعا كلكم مستنيينه. انجينا بتنزل تتمكج مع باقي البنات القلعين ملط، وبتكون متوتره، بس كلامها مع باقي البنات بتاخد على الوضع، وبتاخد وتدي بشكل ودي معاهم. بعد المكياج انجينا بتلبس هدوم الشغل وبتروح تعمل اختبار قدام الكاميرا، وبيكون اسمها الجديد في المجال هو تشيري. بعدين بتفضل مخرجة الفيلم تكلمها شويه لحد ما تبدا تشيري في الحاجات اللي كلنا عارفينها طبعا. وبعد ما التصوير بيخلص المخرجه بتروح تقول لانجيلا انها لوحه فنيه، وبتطلب منهم يشتغلوا مع بعض تاني. والظاهر كده المخرجه دي منياهم وعايزه تاكل كنافه بالمانجا هي كمان. انجيلينا بتروح الديسكو بالليل وبتقابل الشاب ابو بدله وبيطلب كاس ويسكي، وانجيلينا بتبصق فيه وبيشربوا حاجه في منتهى القرف، وبعدها بيفضلوا يشربوا ويضحكوا مع بعض. وفي النهايه بيقرروا انهم يكرروا الخروجه دي تاني مع بعض في موعد غرامي. في البيت بقى انجيلينا بتكون بتستعد علشان تنزل، واندرو بيتضايق علشان المفروض يروحوا يشوفوا فيلم مع بعض، بس هي بتطنش علشان تخرج مع الشاب الغني. انجيلينا بتلبس فستان ذهبي حار نار وبتودع الشباب وبتنزل للحفله، وبتكون الحفله دي مع شاب ابو بدله. بالمناسبه الشاب ده اسمه فرانسيس، وبتكون حفله فخمه في
متحف للفن، وهناك بيعرفها على امه، وباين كده عليه داخل على جواز. وبصراحة أنا بحييه على اختياره. فرانسيس بياخد أنجيلا ويوريها لوحة بعيدة عن الناس، بس مش عشان اللوحة، لا، علشان يشدوا سطرين كوكايين من اللي بيطلعهم فوق خالص، وبعدها بيطلعوا فوق السطح علشان يشوفوا المدينة من فوق، وبيقضوها كلام مع بعض ورومانسية وحاجات جميلة. وكل ده فرانسيس ما يعرفش شيري شغالة إيه، والموضوع بيتطور بينهم وبينتهي ببوسة رومانسية جدا، وشكلها كده وقعت في الشبكة وهتتجوز هي كمان. أنجيلا بترجع الصبح تحكي لأندرو إنها كانت مع ألطف شاب في العالم، وكان بيوريها انه مبسوط علشانها، انما هو مش مبسوط ولا حاجه. وبعدين انجلينا بتروح علشان تصور اول فيلم ليها مع بنت تانية، واثناء ده بتكون المخرجه قاعده بتشوف صورها لحد ما مراتها بتخش عليها وبيعملوا سلطه مع بعض. طبعا حد هيسالني مراتها ازاي، هقول لك عادي، احنا في 2022 والقوس قزح انتشر على الاخر. بعدين بتخرج للبار وبتبدا تراقب انجلينا وصاحبتها، وبتلاحظ انها معجبه بيها، وبتخرج المخرجه تتخانق مع حبيبتها، وده بسبب صور انجلينا، وبتكون شاكه انها بتخونها معاها، والحوار ده بيسبب ازمه للمخرجه وبيخليها مش عارفه تركز في شغلها وبتبوظ كل حاجه. انجلينا في يوم بترجع البيت تتفاجئ بامها في البيت قاعده مع باكو، وكانت اختها معاهم، بس بتكون مش عايزه تكلمها. انجلينا بتدخل تمسح وشها علشان تنزل تفرج امها على المدينه، وكمان تعرفها على حبيبها الجديد فرانسيس. بالليل بقى بيروحوا المطعم بس حبيبها مش بيجي، وانجلينا بتضحك عليهم باي عذر وخلاص علشان منظرها ما يبقاش وحش قدامهم. بيفضلوا كلهم بقى ياكلوا ويتكلموا ويقضوا سهرتهم، ولما بيرجعوا البيت انجلينا بتسال عن جو لانها مش بتتكلم وعلى طول ساكته، فامها بتقول لها علشان تعبانه ومش معانا فلوس نكشف لها. وطبعا انجلينا ام قلب كبير بتقول لها هدفع لها اي حاجه المهم تكون كويسه. الصبح بقى انجلينا بتسيبهم نايمه وتروح الشغل تقابل المخرجه، واللي بتقول لها انت اهم حاجه في الشغلانه دي، اتاخري براحتك. انجلينا وهي نازله من الشغل بتلاقي فرانسيس مستنيها بورده علشان يعتذر لها انه ما جاش امبارح على العشاء، وطبعا انجلينا بتفرح علشان هي كانت فاكره انه ما بقاش يحبها بعد ما قابلت امه. ولما انجلينا بترجع البيت بتلاقي امها بتحضر شنطتها وماشيه، وجوجو بتعترف لها انها مش كويسه ومش محتاجه علاج، ومن الاخر كده جايين نقلبك في فلوس وعاملين عليكي تمثيليه. وبتكون امها عارفه شغلها المنافي للاداب، وطبعا علشان انجلينا اكتشفت الحركه بتاعتهم الام بتقرر تضايق عليها وبتقول لها انا ما عنديش بنات تشتغل في الثقافه، فبتاخد بعضها وبتمشي. المخرجه بتروح حفله صاحبتها، وهناك بيتخانقوا لحد ما يقرروا يدخلوا يعملوا كنافه بالمانجا علشان اعصابهم تروق. وانجلينا بتروح مع اندرو يتمشوا شويه وبيتفرجوا على المدينه، وهناك اندرو بيقول لها انها مش عايزه تكمل في شغلها ده علشان الناس بدات تاكل وشه. فرانسيس بيروح بار يسال واحد اسمه رافي علشان يجيب شويه كوكايين، بس رجالته بيمسكوه وبياكلوه علقه محترمه. انجلينا بتستعد في الشغل علشان تعمل اول فيلم ليها مع راجل، وبتكون الكنافه بالمانجا المره دي عال العال. وبالليل فرانسيس بيروح علشان يوصلها، وبتقلق عليه لما تشوف اثار الضرب على وشه، وهو بيكون متضايق علشان شغلها في مجال الافلام الاباحيه، وبيتخانقوا مع بعض وبيقولها انت مقرفه انت وشغلك، فبتبدا تعيط طبعا على اساس انه مش بيشم كله تحت الكوبري. ما علينا. واثناء ما هو بيوصلها بيعملوا حادثه، وانجلينا بتخرج سليمه الحمد لله، وما فيش غير شويه خدوش بسيطه. انجلينا لما بترجع البيت بتشوف اندرو وهو بيتفرج على فيلمها الثقافي، وبتتعصب عليه وتقول له احنا مش هينفع ننام على سرير واحد. واندرو بقى بيتعصب عليها علشان بيحبها وهي مش مهتمه بيه، وبيفضلوا في حاله شد وجذب، وبيكون اندرو عايز يشوفها عريانه زي باقي الناس دي، ولما بتساله بيحبها ولا لا بيفضل ساكت فبتسيبه وتمشي. انجلينا وقتها بتروح البار تقابل المخرجه هناك، وبيتكلموا مع بعض شويه وبيشربوا كاسين لحد ما الامور بتتطور بينهم ببوسه، وبوسه من هنا على بوسه من هنا بيرجعهم بيتهم الجميل وبيعملوا احلى كنافه بالمانجا. وبتبدا انجلينا تتعلم التصوير والاخراج علشان تبطل قلع وتشتغل مخرجه بقى مره من نفسها. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيلمنا. اتمنى يكون الفيلم الزباله ده عجبكم. استنونا في الفيلم اللي جاي. يلا سلام.